احسن حاجه في هذا الشيء كله هو النهار ديال النتائج فاش كتنجح. هذا النهار هذا غادي يبقى مخزن. علاش؟ حيت كتشوف فرحه ديال والديك، الوالده ديالك تتزغرت، الوالد ديالك مفتخر وهو كيدوي على واحد الحاجه فريمون كتفرح وتستاهل دير على قبلها مجهود كبير. السلام عليكم اصدقاء، في هذا الفيديو غادي نقول لكم كيفاش قدرت نجيب الباك بمونسيون تري بيان. ولكن قبل ما نبدا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه. السر اللي خلاني نجيب هذه النقطه ماشي القرايه بزاف وماشي السهر الليالي. هذه الحاجه المهمه اللي غادي نقولها لكم في الاخر الفيديو هي اهم حاجه واللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. نبداو. تحضير الامتحان غادي يبدا بكري. في شهر 10 تقريبا بديت كنحضر الامتحان الوطني، لان بزاف ديال الناس نصحوني باش انني نبدا بكري، حيت قالوا لي ان داك الاخر ديال العام كيكون فيه واحد الضغط كبير ويقدروا يوقعوا فيه شي تغيرات في الحياه الى اخره. يعني في هذيك الوقيته تيوقعوا بزاف ديال الحوايج تقدر انت ما تكونش عارفهم ولا شي حاجه. يعني ضروري بدا التحضير بكري. زائد انه كان عندنا بزاف ديال الاساتذه اللي كانوا مزيانين الله يجازيهم بخير، كانوا كيعاونونا وكيشرحوا لينا وكيفهمونا جميع الامور. يعني فاش كنا نسولهم على شي حاجه كانوا كيعاونونا. زائد انني كنت كنظم الوقت ديالي كيفاش نراجع وكيفاش نراجع المواد ديال الحفاظه وامتى نراجعها. يعني مثلا المواد ديال الحفظ كنت نديرهم في الصباح. يعني مثلا الا كنتي مثلا كتفيق الصبح كتبغي تصلي، من بعد ما ترجع من الجامع تقدر تحفظ، تقدر دير دوك المواد ديال الحفظ. وفي العشيه تقدر دير دوك المواد ديال الفهم، يعني مثلا المات، يعني فيزيك، هذوك المواد ديال الفهم تقدر ديرهم في العشيه. في العشيه ماشي الليل. يعني فاش تنقول العشيه يعني كنقول تقريبا مورا ديك 6 فاش تجي من المدرسه تقدر تصلي شي صلاه يعني الا فاتك، وتغدى ولا دير اللي بغيتي في واحد الوقيته، ومن بعد دوز تراجع. يعني ماشي الليل ديال النعاس. في الليل خاصك تنعس، لان باش تكون الغد ليه مزيان خاصك في الليل تنعس. المراجعه والتحضير ديالي للامتحان بقات غاديه هكا، ولكن الحاجه اللي كنجنب المراجعه هي اللي خلاتني نتميز، وهي اللي قلت لكم غنبارطاجي معكم في الاخر ديال الفيديو. دابا خليني ندوي لكم على الليله ديال الامتحان اللي كيكون فيها واحد الشعور غريب بزاف. شعور تيكون مخلط بين الفرحه والخوف. الخوف ما عارفش انت اصلا علاش خايف، وداك الخوف تيكون عادي وحنا جايين وغادي ندويو على هذا الموضوع هذا. زائد انك تتكون فرحان. علاش تتكون فرحان؟ لانك تتكون مراجع وتتقول انني فاهم وداك الشيء غيجيني سهل الى اخره. يعني واحد الشعور خليط بين الخوف والفرحه. زائد انني انا بعدا بالنسبه لي وتجربتي الخاصه قبل ما نعس بقيت كنتقلب والو ما جانيش النعاس. قلت صافي غادي نحاول نعس، كنبزز على راسي كنترخى والو ما بغاش يجي النعاس. صافي قلت صافي زكا بلا ما تحاول تبقى تضغط راسك، صافي ريح وغيجي النعاس. المهم جاني النعاس. قبل ما نعس قلت لي باش انني نفيق مع 6 ديال الصباح. صدقت فيق مع 4 ديال الصباح ماشي مع 6. يعني بكثرت داك يعني بزاف ديال الحوايج ما تقدرش تنعس. زائد يعني في الصباح نضنا كداك بحال هكا مشيت دخلنا، كان داك الشيء عادي كي مولفين كندوزو، يعني بحال الجهاوي بحال كي كنا في 4 ايام. يعني داك الشيء كان عادي جدا، ماشي شي حاجه اللي سترينج، شي حاجه اللي مختلفه، ولكن ضروري واحد شويه ديال ستريس. اما احسن حاجه في هذا الشيء كله هو النهار ديال النتائج فاش كتنجح. هذا النهار هذا غادي يبقى مخزن في الذاكره ديالك وعمرك ما غادي تنساه. علاش؟ حيت كتشوف فرحه ديال والديك، الوالده ديالك تتزغرت، الوالد ديالك مفتخر وهو كيدوي عليك وعلى النتيجه اللي جبتيها الى اخره. يعني واحد الحاجه فريمون كتفرح وتستاهل دير على قبلها مجهود كبير. داكشي علاش كنقول لك صديقي حاول انك دير مجهود وغادي يسر الله. وحنت والديك يستاهلوا هذه الفرحه ولا لا؟ والدينا يستاهلوا اننا نفرحوهم حتى حنا شويه وردوا لهم داكشي اللي داروا على قبلنا. دونك دير مجهود وخلي والديك بين عينيك وانت على قبل راسك بيان سور. ودابا خليني ندوي لك على السر اللي قلت لك عليه قبيله. السر هو انك تركز. كيفاش تركز؟ التركيز هو اهم حاجه دابا وفي هذا العمر عندنا. فاش كنكونوا كنقراو في الباك كيكون صعيب على التلميذ انه يركز، خصوصا ان كاين التليفون وكاين بزاف ديال المشتتات اليوم. وانا كنحلف لك الا ركزتي غادي تكون احسن واحد وغادي تميز على كل شيء. مثلا فاش تكون كتقرا ويكون التليفون جنبك حيدو، ما باقيش تخلي التليفون حداك، لان اي نوتيفيكاسيون غادي توصل في التليفون غادي تخربق لك كل شيء. دونك الا كنتي كتقرا بالتليفون حاول انك دير ليه سيلونس، دير مود افيون، دير اي حاجه باش الانسان اخر ما يوصلش ليك. يعني باش ما تجيكش شي نوتيفيكاسيون ولا شي حاجه اللي تقدر تشتتك. يعني حيد اي حاجه غادي تقدر تشتتك. الا كنتي مثلا انت كتقرا بالبيسي وما محتاج اصلا انت التليفون، ساعتيه الوالده ديالك في هذاك الاخر، خصوصا في الاخر ساعتيه الوالده ديالك وقول للوالده ديالك الوالده خبي لي هذا التليفون وما تعطيهش ليا نهائيا باش انت تقدر تركز. وكما قلت لك ان التركيز مهم، وبزاف ديال الناس والتلاميذ ما قادرينش يركزوا. اذا الا ركزتي نتايا غتكون احسن واحد فيهم. هاد 3 نصائح
كنوعدك الا درتي بهم غتجيب اكثر من ديك النقطه اللي بغيتي. النصيحه الاولى هي دير المجهود ديالك، المجهود اللي غادي ديرو هو اللي غادي يحدد النتيجه ديالك، وما تستريسا ما والو. الا كنتي وجدتي ودرتي المجهود ديالك ما تخافش. وخصوصا هنا كندوي مع البنات كيخافوا بزاف وكيتستريساو. اختي انت درتي مجهود ديالك، ونقدروا نقول